راح هناك، دخل اول ما دخلش بقى الكباريه، دخل من باب الاداره ودخل على الراجل اللي جوه. فالمهم اول ما الراجل شافه الشيخ لابس غطره، الراجل بيقول له في حاجه يا عم الشيخ؟ قال له حضرتك اللي انا عارفه ان اي حفله بتتعمل بيبقى فيه استراحه. قال له طبعا صحيح، ده صحيح. قال له انا اخبرت ان في رقاصه جوه. قال له ده صحيح برضه. وقال له الاستراحه بتاعتكم بتعملوها قد ايه؟ قال له احنا بنعملها 10 دقايق يا عم الشيخ. قال له اشتريهم باي فلوس انت تطلبها. فالمهم قال له انا هشتري ال10 دقايق دول، شوف لي ال10 دقايق دول بكام وانا اشتريهم. قال له بكذا. دفع حقهم. قال له انا بس هجيب كرسي واقعد في ال10 دقايق نظبط الستوب ووتش، 10 دقايق يخلصهم وهمشي على طول، وبعد كده كمل حفلتك تمام، ولا هعمل لك اي مشاكل ولا اي حاجه، ولا همد ايدي على حد، ولا دونت تاتش، مش هلمس اي حد. قال له ماشي. المهم خلاص ال10 دقايق وصلوا، الشيخ جاب كرسي وقام قاعد على المسرح. انا والله احبه في الله، والستار مقفول. المهم فتحوا الستار، كل الناس اللي قاعده بيبصوا على شكل الشيخ وهو قاعد لابس غطره واللحيه والجلابيه، كلهم قاعدوا يستهزئوا بيه ويضحكوا عليه، وهو ايه؟ صابر. وهو ايه؟ علي صوتك كده، صابر. ربنا بيقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هو ده الإمام، هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى يمكن له في الأرض. اسمع، المهم صبر لغاية ما كله اتكسف وكله سكت. ثم بعد ذلك نظر إليهم، وفي ال8 دقايق المتبقيين أخذ يدعوهم إلى الله عز وجل، وتخرج الكلمات حرة من قلبه. أقسم بالله العظيم بعد ما ال10 دقايق خلصوا خرج من الكباريه وراح المسجد، أخذ نصف المسرح كله معه إلى بيت من بيوت الله وعمل المحاضرة في المسجد. هو ده بقى ده النجاح في الدعوة، إن هو لم ييأس منهم. هؤلاء بداخلهم تقوى وبداخلهم خير،